بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم أخواتي في قناة مروة ديزاد. إن شاء الله هذا الفيديو يلقاكم مهنيين وفي الصحة جيدة. وصفتنا لنهار اليوم وصفة سهلة بسيطة اقتصادية، نحبوها بزاف في فصل الشتاء، في الصيف يعني وفي الشتاء، لكن في فصل الشتاء دفينا. اليوم جبت لكم هذه الوصفة نتاع الجرانتيطا بقوام كريمي ناجحة 100% خصوصا للمبتدئات. إذا عجبكم الفيديو ما تنسونيش بجام أو كومنتار مشجع، واللي مازالوا ما اشتركوش نقول لهم اشتركوا وفعلوا الجرس على الكل حتى يصلكم كل جديد القناه. بالنسبه للوصفه مقادير مضبوطه: 200 غرام تاع فرينه الحمص، حطينا لها فنجال ناقص اصبع نتاع الزيت، ضفنا لها حبه نتاع البيض، وضفنا لها مغرفه، نص مغرفه صغيره خميره، خميره الحلويات، او الخميره الكيميائيه، ونضيفوا الملح الكميه الكافيه. البنات هادو هما المكونات بمقادير جد مضبوطه. اذا حطيتوا طبعا 400 غرام تحطوا نص كاس نتاع الزيت، تحطوا كذلك زوج حبات نتاع البيض، وتحطوا مغرف صغيره خميره فوريه، خميره كيميائيه عفوا. بالنسبه للتوابل نتاع الكرانتيطا ما نبدلوهمش، عندنا الملح الكميه الكافيه، عندنا نص مغرف فلفل كحل ومغرف صغيره مملوءه كمون. الكرانتيطا لازمها الفلفل والكمون يا البنات. بالنسبه للكميه نتاع الماء مقدار جد مضبوط، 200 غرام تاع فرينه الحمص نحطوا لها لتر نتاع الماء. بالنسبه للماء يا البنات بداو حطوا غير بالعقل وخلطوا بالفوي باش ما يخدموش فيها الحبيبات وما تتكتلش معاكم. ومن بعد نضيفوا الكميه نتاع الماء كامله، مقدار مضبوط 200 غرام تاع فرينه الحمص نحطوا لها لتر نتاع الماء. نخلطوا مليح مليح كامل المكونات مع بعض. والسر نجاح الكرانتيطا باش تعطيكم قوام كريمي دائما لما تحضروها وتخلطوها خليوها تبقى ساعة كاملة تريح. دايما خلطوها وخليوها تريح ساعة كاملة قبل ما تطيبوها. تاني سر: لازم الفرن تاعكم يكون سخون مسبقا. نجيبوا السنيوة نتاعنا، رايحه نخليكم المكاس نرشها بالزيت او ندهنوها بالزيت بالبانسو. ومن بعد يا البنات نفرغوا الكرانتيطا نتاعنا بعد ما خليناها ريحت ساعه كامله. لازم تخليوها تريح ساعه. من بعد يا البنات تفرغوها في السنيوه اللي دهنتوها بالزيت وتحطوها في الرف الوسطاني وتشعلوا لها من التحت 35 الى 37 دقيقه. من بعد تطفيو عليها وتشعلوا لها من الفوق حتى تتحمر وتعطيكم هذا اللون الذهبي اللي راكم تشوفوا فيه. وهكذا يا البنات حصلنا على الكرانتيطا بقوام كريمي مام تبقى لكم يعني حتى العشيه ريحه ما شاء الله. اذا حضرتوها في الغداء وتبقى حتى العشيه راح تبقى بهذا القوام الكريمي مع شويه هريسه. نتمنى الوصفه تنال اعجابكم، والسلام عليكم ورحمه الله، مع وصفات اخرى من قناه مروه زاد.